عايزة أتكلم معاكم النهارده عن راجل يعني أكتر حد اتكلموا عنه في قصص العطاء، لدرجة إن الراجل ده لو حد جه قال له هات شوية قد كده هو كان يبعت له 30 بعير محمل من اللي كان عايزه ده. الراجل ده كان بكلمة يعزل ويولي، ورغم ثروته الضخمة إلا ما كانش يكون عليه ذكاء، لأنه فلوسه ما بتقعدش معاه، يعني ما بيحولش عليها الحول رغم ثروته الضخمة اللي بتجيله بشكل سنوي. الراجل ده هو فقيه مصر الأول اللي قال عنه الشافعي: كان أفقه من مالك ولكن أصحابه ضيعوه أو لم يقوموا به، بمعنى لم يحفظوا علمه ويتواتروه وينشروه. وقال عنه كمان ابن حنبل إن ليس في مصر أصح حديثا من الإمام الليث بن سعد. هو كان عنده أملاك أو أراضي مثلا منهم في الدلتا في مصر، دي كانت لوحدها ممكن تدخلها في 50,000 دينار في السنة. أرباحه في ناس قدرتها في السنة من 20 ل80، أوقات كانت بتوصل ل80,000 دينار، وعلى الرغم من ده ما كانش بيتبقى معاه فلوس، بل ابنه كان بيتكلم في إنه أوقات كان بتخلص السنة وأبوه ده عليه دين. الليث بن سعد كان له كلمة مسموعة جدا عند السلاطين، زي ما بيقولوا كده بيعزل بكلمة يعزل ويولي. ليه بقى؟ المجلس بتاعه على فكرة هو كان حسن المذاكرة، يعني بمعنى ان الناس كانت بتحب تسمعه لما يجي يتكلم، فكان المجلس بتاعه بيقسمه لأربع أقسام. أول قسم كان بيتكلم فيه بخصوص الفتاوى للسلاطين، وعلى الله حد ما يعملش بالفتوى اللي هو كان بيفتيله بيها. حتة ورقة كده يبعتها للخليفة، ساعتها كان تقريبا كان الخليفة هارون الرشيد. الراجل ده مش مظبوط يطيروه على طول، لأنه كان كلمته مسموعة، مش بس علشان كان معاه فلوس، بس علشان كان راجل عنده علم رهيب. زي ما قلت لكم الإمام الشافعي كان بيتكلم في إن هو ممكن يكون أفقه من مالك ولكن أصحابه ضيعوه. الإمام الشافعي اللي انبهر بمالك في لما شافه، لو تفتكروا لو رجعتوا لحلقة الإمام مالك، الشافعي كان منبهر بمالك. فلما يقول كمان إن الليث بن سعد عنده علم، يعني الفقه بتاعه أكتر من أفقه من مالك، دي شهادة كبيرة، والناس دي ما بتقولش أي كلام اعتباطي يعني. هما يعني ناس كتير قالوا الكلام ده في حق الإمام الليث، ولكن هما الاتنين كانوا تقريبا في مستوى متقارب من بعض. وفي ناس كانت بتقول إن الإمام مالك لا هو نفس الفقه ويمكن أكتر، يعني هما اختلفوا بس الأغلبية كانوا بيرجحوا فقه الإمام الليث بن سعد. الإمام الليث بن سعد صاحب الفتوى اللي سمحت لغير المسلمين في مصر إن هم يبنوا دور العبادة بتاعتهم. يعني الفتوى دي سليمة 100%، ومن صميم جوهر الدين الإسلامي. يعني هي مذكورة كده صريحة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فبالتبعية كل واحد حر يبني دور العبادة الخاصة بيه. الإمام الليث هو اللي عمل الفتوى دي، لأن يعني هي تعتبر مستحدثة في الإسلام. كان الإسلام يدخل بلد، خلاص الدولة دي إسلامية، سيبوا دور العبادة زي ما هي، محدش يقرب لها، ولكن خلاص بقى مش هنبني دور عبادة تانية غير الجوامع أو المساجد. لا، الإمام الليث قال من حقهم إن هم يبنوا دور العبادة الخاصة بيهم زي ما هم عايزين. الإمام الليث كان رغم علمه الكبير جدا، إلا إن هو ما كانش بيكتب. استنوا، انا ما كملتلكمش المجالس الاربعه اللي كانت بتحصل في المجلس بتاعهم، مقسمها 4 اقسام. اول قسم قلنا الفتاوى بتاعه السلاطين، تاني قسم كان بيتكلم عن الاحاديث النبويه الشريفه. الامام الليث بن سعد كان من مدرسه الحديث، لو هنقول يعني في مدرسه حديث زي الامام مالك وابن حنبل والامام الليث اهو، ومدرسه رأي زي الامام ابو حنيفه. الامام الليث بن سعد كان بيميل لمدرسه الاثر او مدرسه الحديث. وكان من يعني الإمام أحمد بن حنبل صاحب مسند أحمد بن حنبل المكتوب فيه الأحاديث زي ما اتكلمنا في حلقة أحمد بن حنبل. هو نفسه شهد له بأن لا يوجد في مصر أصح حديثا من الإمام الليث بن سعد. كان بيتميز بأن هو السند بتاعه قصير، ودي حاجة بتقوي الحديث جدا. يعني مثلا في أحاديث رويت إزاي عن الليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها، ده يعني سند ما فيش ولا أقصر زي ما بيقولوا. وده ده بيقوي جدا من صحة الحديث. وكانت الرسائل بينه وبين الإمام مالك، لأن هما كانوا صحاب، وكان في بينهم يعني رسائل رايحة جاية بيتناقشوا في الفتاوى والقضايا الفقهية المختلفة. كانوا أوقات بيختلفوا. الاختلاف كان جاي منين مع انهم نفس المدرسه؟ ان الامام مالك زي ما قلت لكم هو
هو كان بيميل أكتر لإن شايف أهل المدينة بيتصرفوا تصرف معين، وفي حديث ضعيف إلى حد ما بيتعارضوا، لا هاخد بتصرفات أهل المدينة، على أساس يعني إن أهل المدينة دول اللي شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكيد يعني إيه هيكون هم أدرى بالتصرفات اللي كانت بتحصل وقته، وبيعملوا يعني كلهم بيتصرفوا بنفس الطريقة على الأساس ده يعني. فكان بالنسبة له تصرفات أهل المدينة دليل دامغ على صحة أو خطأ، أو يعني الحاجة دي بدعة والكلام ده. لكن الإمام الليث بن سعد كان يعني كان بيتحقق أكتر من الحديث، وكان بيديله أهمية أكبر في الجزئية دي. بس هو ده من هنا جه الخلاف ما بينهم، لكن طبعا خلاف طبيعي جدا عادي يعني. هو في وسط كل ده كان الإمام مالك، قصدي كان الإمام الليث بيبعت 1000 دينار كل سنة للإمام مالك. وعايزة أقول لكم ما كانتش بتكفي، لأن الإمام مالك برضو يعني كان مؤسسة، يعني كان إيه عنده تلاميذ كتيرة جدا، وكانوا بيصرف عليهم كويس جدا. وزي ما قلت لكم في حلقة الإمام مالك الصرف بان، اللهم صل على النبي، التلاميذ ونفعوه فعلا. الإمام مالك كتب الموطأ، كتاب الموطأ، وده حفظ يعني طريقة الفقه بتاعته كلها اتحفظت جوه الكتاب ده. ومين الإمام مالك؟ الموطأ، يوم رايحين قاريين الكتاب فاهمين كل حاجة عن الإمام مالك. لكن وتلاميذ الإمام مالك اللي كان بيصرف عليهم دول وبيدلعهم وبيهتم بيهم برضو حفظوا علم وتنقلوه من جيل لجيل. لكن للأسف الشديد الإمام الليث بن سعد ما عملش الموضوع ده، وهو ده السبب في إن ما عندناش المذهب الليثي مثلا. الإمام الليث للأسف ما كانش بيهتم بإن هو يدون ويكتب الفقه بتاعه، أو حتى يخصص تلاميذ له على أساس إن هم دول اللي يتولوا المسيرة من بعده وينقلوا فقهه للأجيال اللي بعده. فللأسف ضاع الفقه بتاعه وضاع العلم بتاعه معظمه. حتى الإمام الشافعي كان بيحاول إن هو يجمعه وعانى ومعرفش، علشان كده هو قال إن هو أفقه من مالك، ولكن أصحابه ضيعوه يعني ما لقاش العلم بتاعه، ما كانش متسجل للأسف. هو ده السبب في إن هو علمه ما انتشرش زي باقي الأئمة الأربعة اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. ولكن الراجل ده بسبب إن هو كان أسطورة في الكرم، أسطورة في العطاء. هحكي لكم كام موقف كده عنه. مفيش حاجة كده بتروح يا جماعة، مفيش حاجة كده بتروح. الراجل ده كان مؤثر جدا جدا، ولذلك رغم ان هو ما سجلش علمه، ورغم ان تلاميذه ما ساعدوهوش في حاجة، ولكن احنا قاعدين بنتكلم عنه دلوقتي. ومن ضمن بقى الاقسام اللي كان بيعملها في المجلس بتاعه، القسم الثالث، وهو الفتاوى الخاصة بالناس العاديين اللي هم الشعب، مش السلاطين زي المجلس الاول. ورابع قسم كان مخصصه لحوائج الناس وقضاء حوائجهم. الناس كانت بتجيله مهما كانت حاجة الناس دي ومهما كانت طلبهم، كان بيساعدهم، ما كانش بيرد أي حد خالص. زي ما قلت لكم كان بيجيله 80,000 دينار، ما كانش بيتبقى منه حاجة، لدرجة إن ما كانش بيبقى له زكاة، ما كانش عنده فلوس يحول عليها الحول، من كتر ما هو ما كان بيوزع كل الفلوس اللي بتجيله، وربنا بيرزقه بزيها وأكتر. كان فلوسه بتكتر كل سنة عن سنة. الليث بن سعد ما كانش بيعرف ياكل لوحده أبدا. يعني من ضمن العبادات اللي ربنا بيحبها جدا لدرجة ان هو جعلها يعني كفارة لذنوب كتير هي الإطعام. كان الإمام الليث لو ما لقاش حد ياكل معاه، كان يبعت الخادم بتاعه في الشارع يجيب أي حد معدي يجي ياكل معاه. مفيش حاجة اسمها ياكل لوحده الإمام الليث. في مرة كانوا جماعة من مصر رايحين عند الإمام مالك في المدينة، فرايحين هناك واقفين بره بيت الإمام مالك وعايزين يدخلوا له، بس هو رفض يدخلوا له. معرفش كان ايه المشكلة عنده يعني، او معرفش هو ليه رفض، بس يعني هم ما قدروش يدخلوا له. فهم ساعتها قالوا البعض ليس كصاحبنا. فالإمام الليث سمعهم، فخرج لهم بيقول لهم مين صاحبكم؟ قالوا له الإمام الليث بن سعد. قام قايل لهم أتقارنوني بالإمام الليث بن سعد؟ وقام حكي لهم موقف ان هو كان ارسل له للامام الليث ان هو محتاج شويه زعفران عشان عايز بنته تتجوز وعايز يصبغ لها الهدوم بتاعتها. شويه زعفران يعني اضربوا في دماغكم كده الكميه هتكون قد ايه اللي تصبغ، كميه قليله. قام الامام الليث بن سعد بعت له 30 بعير محمله بالزعفران. 30 بعير محمله بالزعفران، وهو مدرك تماما انه مش هي دي الكميه اللي هو عايز. كريم هو كان اللي يطلب منه يرد بالطريقه دي. ساعتها هو سبق هدوم بنته وهدوم التلاميذ وهدوم الجيران، وباع الباقي ب1000 دينار، ولسه عندهم شويه، ولسه عندهم فاضله او شويه. فانتوا بتقارنوني بايه؟ بس انتوا عارفين طبعا الامام مالك
كان متواضع جدا لو تفتكروا يعني في الحلقة بتاعته. الإمام الليث ما كانتش علاقته سيئة بالحكام زي أحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان. يعني لو تفتكروا الولي اللي اسمه أبو جعفر المنصور، لما عرض عليه إن هو أبو جعفر المنصور اللي هو عرض على أبو حنيفة إن هو يمسك القضاء، وأبو حنيفة قال لأ، مسكه حبسه وسجنه وسحله وحرمه من الأكل لحد ما توفاه الله في السجن. وكان موقفه عنيف جدا مع أبو حنيفة، ولكنه تغاضى عن ده مع الإمام الليث بن سعد. يعني هو عرض على الإمام الليث بن سعد إن هو يتولى مصر، مش القضاء، يتولى مصر، ولكن الليث بن سعد قال له لا والله مش هينفع، أصلا من الموالي. طبعا ده مش السبب يعني، بس هو قال إن هو مش هينفع يتولى مصر بسبب ان هو كان من الموالي. هو الامام الليث من اصول فارسيه، لكن هو جه اتولد هنا في مصر، يعني هو كان من الموالي. وهو قال ان العرب يعني ما يعني بيتاثروا اكتر باللي هم الاصلهم عربي بالاصل والفصل والكلام ده يعني، ولكن فانا من الموالي مش هينفع. وطبعا الكلام ده على فكره مش صحيح، يعني كانت ليه شعبيه كبيره وضخمه جدا في مصر وفي العالم العربي كله. بس هو قال له الحجه دي، وجعفر المنصور عدها له. بس هو تولى بقى ايه بقى منصب القضاء في الدوله العباسيه والامويه اعتقد. الإمام الليث بن سعد على فكرة هو كان تتلمذ على إيد بتاع 50 تابعي، كان من أبرزهم شهاب الزهري، وكان علمه بقى الأصول في كل حاجة، وعلمه أصول كل حاجة كده. طبعا كان حافظ القرآن، وكان فصيح اللسان جدا، وكان قوي الجسد، وكان غير منقطع عن الناس، يعني بيشوف حوائجهم، والمجلس بتاعه ده كان بيخليه دايما على صلة بكل الناس، سواء من أول السلاطين لحد الناس اللي بتروح تطلب منه أي حاجة. الإمام الليث اتوفى سنة 175 هجرية. هو عمر شوية، يعني كان حاجة 80 سنة تقريبا. وحتى بعده ب4 سنين الإمام مالك توفاه الله برضو. بس الإمام الليث بقى توفى في مصر واتدفن في حي الخليفة في مدافن الصدفيين، في حي الخليفة في جنوب مصر. حتى هناك المنطقة اللي حواليه كده اسمها يعني على اسمه منطقة الحي الليثي، أو مش عارفة اسمها الليث بن سعد، هي المنطقة على اسمه هناك. بعد أمطار قريبة منه مدفون الإمام الشافعي رحمه الله، والناس بتزورهم وبتقرأ لهم الفاتحة. انتوا كمان زوروهم وقرأوا لهم الفاتحة اخواتنا، وادعوا لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا لايك وشير. سلام.